صباح الخير، شلونكم؟ شخباركم وانتم مشاهدين هذا الفيديو؟ اليوم نسوي خبز بالدهن. عندنا المقادير هنا كوبين من الطحين. انا استعمل طحين الصفر، احسن شيء الطحين الصفر. طحين الصفر نحط خاشوقة مات اكل، خمرة، ونحط خاشوقة مال شاي، ملح، ونبدأ نعجن. نحط هنا ماي دافي ما لا تتفاعل معنا الخمرة. باع البنات الماي نضيفها بالتدريج. شوف هسه عندي قوية العجينة، تحتاج شوية ماي، ونظل نعجن منها لمن تتكون عندنا عجينة كاملة ونشتغل بها. شوفوا البنات، كملت هسه انا العجينة، عجنتها كل الزين. كملت العجينة بنات، كل ما تقللين من الخمرة كل ما أصير العجينة أحلى وأنعم، حتى ما تتقطع عندكم بالخبز. بنات، ونترك العجينة تختمر شوية ونرجع لها على ما نسوي شاي. بنات، نجي نسوي شاي أنا استعمل شاي جيهان، أحط من عنده خاشوقتين ونص، حسب كمية المي حاطينه بالقورة. حسب كمية المي نحطه على النار. على ما يفور وارجع لكم. بنات، نجي لعجينتنا تمرت كل زين، وان هسه رح نشنق والدورة نخبز وراويكم النتيجة كلش طيب. بنات، جربنها وندعلي. بنات، كوبين من الطحين سوون عندي ثمن نشنق. دورة نجي نخبز. بنات، كل ما تكثرن زيت كل ما يطلع حار وطيب ومقسم. كلش طيب والله بنات، الزيت يخليه مقرمش يخبل. جربنا بنات، كلش طيب. شوفوا البنات، هيك تكون كمية الزيت، هيك هاي ما لا يقرمش الخبز، خليه كلش مقرمش. هذا خبزنا الخبزة، تطلع بنات شلون مقرمش تخبل. شوفوا شلون نطفت. رأسا حتى ما تخبل. هاي الثاني. شوية بنات نرجع لأيام زمان. والله اليوم أبو صادق قال إنه مشتهين خبز بالدهن، قلت له والله صار سأسوي لك أحلى خبز بالدهن. شوفوا البنات شلون صار مقسب وطيب. احنا نحب نحط عليه شكر، انتم بعد بكيفكم حسب الرغبة.
بس والله بنات مقرمش كلش طيب. بنات هنا انا سويت بيض ويا خبز بالطاوة. والله زوجي يحب البيض ويا خبز بالطاوة كلش طيب. احنا نسميه خبز بالطاوة، الكواد نسميه خبز بالدهين، اشكالي لا اسمه، بس احنا نسميه خبز بالطاوة. هنا هم عندي جبنة رح تحط عليها زيت الزيتون شوية. شوية حز وبعدين تحط عليه زعتر، اكو اشكال يعني تحب عليه زعتر، بس انا احب احط عليه نعناع. بس والله تجنن. هنا رح تصبون شاي. والله وسهمكم العافية.